التعبان يا صديقي ما عندوش ايدين يهرش بيها خالص، فتخيل كمية الطفيليات اللي ممكن تلزق في جسمه، يعني حرفيا بيبقى على وشك انه ينهار من كترها. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى اداله طريقة عبقرية جدا للتخلص منها، وهي انه يغير جلده بالكامل. في البداية جسم التعبان بينتج طبقة جلد جديدة بتتكون تحت الطبقة القديمة على طول، وساعتها جسمه بيفرز سائل مخصوص بيفصل ما بين الجلد القديم والجلد الجديد. السائل ده بيملى جسم التعبان كله لدرجة انك لو بصيت في عينيه في الوقت ده هتلاقيها بقت مزرقة كده ومضلمة، وبيكون عصبي جدا وما بيرضاش ياكل اي حاجة. ولما بيجي وقت التغيير التعبان بيبدأ يدور على صخور او اي سطح ناشف ويفضل يحك جسمه فيها علشان يفتح الجلد من ناحية البق والمناخير، وبعدين يبدأ يسحب نفسه بره الجلد القديم زي ما انت بالظبط بتقلع الشراب بتاعك. وطبعا الموضوع مش بس بسبب الطفيليات، لان جلد التعبان القديم ما بيكبرش معاه، فكل شويه لازم يغيره وهو بيكبر في العمر. كمان الجلد الجديد بيخليه املس وانعم، وده بيساعده ان هو يزحف بسهوله جدا ومن غير اي مجهود. وساعتها تلاقي التعبان منور كده زي ما وشك بينور بعد ما بتغسله كويس وتحط كريم ترطيب. وده دليل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل كائن طريقته الخاصه في البقاء والحمايه. حتى التعبان اللي الناس بتخاف منه عنده نظام دقيق جدا ومذهل يخليه يبدا من جديد في كل مره. قول لي بقى، لو جسمك يقدر كل شويه يجدد نفسه كده زي التعبان، كان نفسك تغير ايه اول حاجه؟ وفي النهايه صلى على الحبيب.